نمر الى نوع اخر ومكون اخر هو المناخ. المغرب عنده واحد التنوع مناخي كبير بسبب الموقع والتضاريس. المهم غالبا صيف حار، شتاء معتدل في السواحل الاطلسيه، ومعتدل طول السنه في الداخل، يعني السهول والهضاب، وقاريا حراره صيفيه وبرد شتوي بالجنوب. نهضروا على الموارد المائيه. رغم ان المغرب كيعاني من نقص في المياه، عنده شبكات مهمه من الاوديه والسدود. اهم الانهار: كاين نهر الربيع اطول نهر في المغرب، نهر سبو، نهر ملويه، نهر درعا، ثم نهر تنسيفت، ثم نكتفي. المهم هذو هما الانهار. ندوزو للسدود. المغرب من اكثر الدول الافريقيه اللي كتنشا السدود، اكثر من 90 من 150 عفوا سد. الهدف منها تخزين المياه، توليد الكهرباء والسقي. خامسا الموارد الطبيعيه والاقتصاديه. الثروات المعدنيه بالضبط، الفوسفات. المغرب اول مصدر عالمي، خاصه في خويبغا وبالقرير. الحديد، ثم الرصاص، النحاس، الذهب والمعادن النادره، خاصه كاينه في الاقاليم الجنوبيه. ندوزو لنوع اخر اللي هو الطاقه، الغاز والنفط بكميات محدوده، إن كان تين دراره ولا ما عرفتش. المهم استثمار كبير في الطاقات المتجدده، الشمسيه والريحيه. مشروع نور ورزازات من اكبر مشاريع الطاقه الشمسيه في العالم. وندوزو للزراعه. مناطق الغرب معروفه بالزراعه، وسوس وتكالا من اكثر يعني المناطق خصوبه. اهم المنتوجات: الحبوب، الزيتون، الفواكه، الخضار والحوامض. ثم ندوزو للصيد البحري في المغرب. المغرب عنده واحده من اغنى الشواطئ في العالم، خصوصا في المحيط الاطلسي، كيصدر الاسماك المجمده والمصبره. ندوزو للسياحه، تنوع طبيعي وثقافي في نفس الوقت. البحر مثلا فقادير، طنجة، والجبال جفران مثلا وازلال، والمدن العريقه والتاريخيه فاس، مراكش، مكناس، الرباط. ثم الصحراء، مرزوقه، الداخله.